عليكم حبيباتي المشتركات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم قناتي المتنوعه ام رحمه. اليوم اخواتي جبت لكم علاج للقمل والصيبان، تجربه مني شخصيا يعني لبنتي. لما لقيت يعني النتيجه من اول مره، وهذا العلاج هذا يعني ناجح من اول مره. كما عودتكم ام رحمه راهي تجيب لكم اي حاجه لازم ديرها، تكون تجربها وكي تنجح معها تحطها لكم في القناه تاعها. واش نقول لكم اخواتي، هذه الوصفه مبهره، يعني تنحي عليكم الدوال، يعني شامبوا ولا اي حاجه تشريوها غاليه وما تنفعش معكم. لكن هذا العلاج هذا باذن الله اول مره يعني تلقاو النتيجه، وان شاء الله في التعليقات راكم رايحين يعني تدعوا لي بدعاوي الخير. اول حاجه واش نحتاجو هنايا، نحتاجو هذا مسحوق الغسيل كما راكم تشوفوا هنايا. هاو هنا نحطوه في الصحن كما راكم تشوفوا. هذا المسحوق اللي يجي فيه الحبيبات، يعني تجي فيه حبه زرقاء خضراء صفراء، يعني نحتاجو هذا المسحوق. وهذا المسحوق هو يعني المفعول تاعو القوي في القمل، وخصوصا الصيبان. يعني الاغلب القمل يروح لكن الصيبان ما يموتش، لكن بهذه الخلطه هذه وهذا العلاج مام الصيبان البيض تاع القمل راهو يموت مهما يقعد في الشعر. واش نبداو اول حاجه، تجيبوا البنت تاعكم ولا الولد انكم تحطوا له زيت من الزيوت، يعني اللي عندكم زيت الخزامه، زيت زيتون، زيت يعني تاع المائده، المهم اي زيت. تحكموا الشعر تاعهم، يعني ديروه مليح هكا، يعني تحطوا هذاك الزيت مليح في الشعر. من الاحسن يعني في الليل وغدوه تعصبوا لهم شعرهم، يعني تلموه وغدوه تحطوا لهم هذه الخلطه. لكن يعني اللي كانت مزروبين تقدروا ديروا ساعتين هذاك زيت الزيتون ولا اي زيت تحطوه يغم هذاك القمل يغمو، وتلموا الشعر تاع الابن ولا البنت تاعكم وتخليوه ساعتين. من بعد نروحوا نسخنوا ماء دافي، نروحوا للدوش نحطوا الراس تاع الطفل ونحطوا عليه الماء هذاك الدافي، يعني يكون دافي نورمال. ونبداو نحطوه هذا المسحوق نحطوه في الجوانب، في نص الراس، في الراس، وندخلوا هذاك المسحوق مليح مليح في هذاك الشعر، لازم يدخل مليح. وتخليوه يعني ماكسيموم 5 دقائق تخليوه في الشعر. من بعد تحكموا تشلوه بالماء، يعني تشلوه بالماء، يعني ما تمشطوه ما والو، على بالكم باللي مسحوق الغسيل يخشن الشعره ويبسها، ما تقدروش باش تسلكوه يعني ولا من بعد كي تشلوه واش تزيدوا تضيفوا اخواتي، تضيفوا هنا لكن عاد الشعر طويل تقدروا تضيفوا 2 ملاعق كبار من هذا المسحوق الغسيل هذا، بعدا تحطوه في صحن. ولكن قصير تقدروا تحطوا ملعقه كبيره معمره، وزيدوا 2 ملاعق من الخل. 2 ملاعق من الخل، يعني من الاحسن الخل الابيض، انا ما عنديش مش متوفر، لكن حبيت نعطيلكم برك باسكو انا بنتي ارتاحت الحمد لله ما بقاش فيها. تحطوا 2 ملعقتين تاع الخل، وتزيدوا تضيفوا ملعقه من بيكربونات، هكا ملعقه تاع بيكربونات، يعني ملعقه صغيره هكذا صغيره، تحطوها مع هذا الخليط اللي حطيناه تاع مسحوق الغسيل والخل. ومن بعد اخواتي تجيبوا ملعقتين تاع الماء سخون يغلي، لازم يكون في درجه الغليان، يعني باش يفهموني يعني متتبعيني في البلدان العربيه. زيدوا ملعقتين تاع الماء الساخن يعني يغلي، تحطوه في هذاك الخليط باش يتفاعل هذاك الخليط. ومن بعد نزيدوا نحكموا هذاك الخليط كي يتفاعل، نحطوه في الشعر تاع الابن ولا البنت تاعنا، ندخلوه مليح في هذاك الشعر. ويعني لازم تحطوا هك حاجه على عينين ولادكم بيسك يحرق شويه، ما تخليوش يعني ديما منشفه في يديهم، وانتم كون ديروا لهم 5 دقائق يعني ماكسيموم 2 الى 3 دقائق فقط تخليوه. ومن بعد تبداو تشلوا فيه
وتمشطوا بالمشط العادي، يعني اللي يمشطوا به ولادكم، ماشي المشط تاع المخصص للقمل. تمشطوه الساعه مليح، ومن بعد تجيبوا المشط تاع اللي مخصص للقمل، هذاك الرقيق. دوك نعته لكم. هذا هو المشط تاع القمل، يعني بهذه الرقيقه. اول حاجه تمشطوا بالمشط العادي هذا، يعني احنا في الجزائر مشهور هذا المشط هذا نمشطوا به، تمشطوا بهذا الساعه في الاول، ومن بعد توليو تمشطوا، توليو تسلكوا بهذا بالعقل، يعني على يعني الشعر ولا راس الطفل، يعني بالعقل عليه، وتبداو تكرطوا، ويخرج منه داك اللي كيعود القمل بزاف، او يخرج القمل ميت، او يخرج ميت، ويخرج ميم الصيبان. كاين صيبان اللي تنحيوه في المشط، ولكن اللي يبقى في الشعر راهو يكون ميت، يعني ما يكونش حي، باسكو تنحيو الصيبانه تلقاوها يابسه. لكن اذا نحيتو لقيتوها هكا تتلوط، يعني طريه، هذيك الصيبانه ميته. يعني هاد الخلطه يعني اكيد 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 راهي مجربه مني شخصيا اخواتي، وحبيت ننفعها بكم كما يعني تنفعت انا، والله فرحه كبيره بيسك جربت قداه حاجه وما فادني والو والو والو. المهم تبعوا فقط الخطوات، وتبعوا الطريقه اللي نعدت لكم، وحطوا لوليداتكم، وان شاء الله ديروها خطره ولا زوج، ديروها مرتين في الاسبوع، عاودوا مرتين وهكذا، وشوفوا مع شعر ولادكم، يعني لازم ساعات. وباش اخواتي ما يقيسكمش القمل، ديما دوكا جاي لا غونطري رايحين يدخلوا الاولاد، ديما شريو زيت جونسون ولا زيت الخزامه، حطوهم في شكيت تنظفوا الشعر تاع ولادكم، حطوا هذاك الزيت، ميم كي يكونوا اصدقائكم باللي فيهم هذاك القمل ما يزيدش يتنقل لهم، ما يزيدش يولي. هذه هي النصيحة أخواتي، إن شاء الله تنفع معاكم وتجربوها ونفرح. يعني راهو القمل راهو زاد، يعني غزا بزاف، دار بزاف، هذا كل من الاختلاط وكل شيء. بصح الوصفة هذه مضمونة ومني يعني شخصيا، ان شاء الله يعني تهناو يعني، ومام المصاريف ما تصرفوش بزاف. هاي خلطه تاع جداتنا تاع بكري، يعني هذه خاطي وصفتي، لكن وصفه تاع اخت دارتها وجربتها، نقولها بارك الله فيك، يعني راهي افيكاس، راهي مضمونه. واش نقول لكم اخواتي، ان شاء الله هنا يعجبكم هذا الفيديو، وفرحونا باللايك تاعكم، فرحونا بالمشاركه تاعكم بالتعليقات، يعني قولوا لي منين قاعدين تتبعوا فيا، وبربي ان شاء الله مع الوقت راني نزيد ندير فيديوهات هكا اللي نجرب هكا، وعذرا يعني ما نديرش فيديوهات بزاف، يعني ما الوقت هكا، الوقت والصحه والدار وكل شيء. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. واش نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.